الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. أما واصل حديثي عن إمام المتقين سيد العلماء أبا عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رحمه الله. ذكرت فيه في الحلقة الماضية فضله ومكانته وثناء العلماء عليه. أما الآن سوف أحدث عن كرمه وجوده رحمه الله. كان عبد الله بن المبارك رحمه الله تاجرا ورعا، وكان لا يتاجر إلا من أجل أن يعف نفسه وإخوانه العلماء عن سؤال الناس. تغا ذا تجاري يطوتك التجارة عند ذي عيف في الناس هذي سيونيخ في الناس ذي يثمس العلماء باش وتتنغى حد. فلقد كان ينفق على جماعة من الأئمة الكبار من أجل أن يفرغ أوقاتهم لخدمة الإسلام والمسلمين. تغا يتصرف أربعة العلماء ما حد العلماء ني عبد الله تعالى أتفرغني تسمع سنتيري الوقت العبادة. وكان رأس ماله نحو 400 ألف دينار مثلا. عن عمر بن حفص الصوفي بمنبج موقع أو قرية في الشام في سوريا. قال: خرج ابن المبارك من بغداد يريد المصيصة. مصيصة كذلك دي الشام، إما دي لبنان يا دي سوريا. فصحبه الصوفية، صحبا الصوفية الزهاد، فقال لهم: أنتم لكم أنفس تحتشمون أن ينفق عليكم، يا غلام هات التسط. فألقى عليه منديلا ثم قال: يلقي كل رجل منكم تحت المنديل ما معه. فجعل الرجل يلقي 10 دراهم. يوين ديج نطيس ديج بقار الناس المزوى الصوفية قاكني وغاهم نفس تحتشمون أن ينفق عليكم، يعني أخوهم ينفق شي حد، أخوهم يصارف. يا غلام الناس يجو حاجة يا غلام أو يدبو قرني الناس كل الجنة دي نلقى غادي يجو كتان الزيف. الناس كل الجنة دي نضام من غاس ديني بوقرني وشكون سنطان درهم 2 3 10 درهم دينار وني غادي نطاري. والرجل يلقي 20 حد 10 درهم حد 20 درهم. فأنفق عليهم إلى المصيصة، شي ينفق خاص في سبيل الله زقوقا. ثم قال: هذه بلاد نفير. الناس البلاد المصيصية بلاد نفير، يعني ديس الغزو. فنقسم ما بقي. الناس الخمراء يوضن غد مثلا يورخنا الله تعالى القتال قاكل الجن من غير حد قتل، يعني وانتم ربما مصبذة يلا نفاق المال اللي غنغضب وقرا. فجعل يعطي الرجل 20 دينار فيقول: يا أبا عبد الرحمن، إنما أعطيت 20 درهم. فيقول: وما تنكر أن يبارك الله للغازي في نفقته. الناس وقتين مر الله سبحانه وتعالى يباركس يوم جاهد دي النفقة. الناس 20 درهم تدور 20 دينار. وعن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: سمعت أبي قال: كان ابن المبارك إذا كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مروة فيقولون: نصحبك. فيقول: هاتوا نفقاتكم. فيأخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق ويقفل عليها، ثم يكتري لهم ويخرجهم من مروة إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى، ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي
وأكمل مروءة وأكمل مروءة حتى يصلوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خميني تويخ سيدي حيج رحمه الله تغدي البلد ناس دي مارو تخصن قانساش نصحب يا أبا عبد الرحمن أكيش نمون ديال العشرة يقارسن أو يمدن نفقنهم إذا خصمت نفقن إيكو بريد دير حيج خميطة عقبة تاوي ناس ديال النفقة يتكيش الصندوق زي غفون زيتو درين سن نتاني نفق خاصن في سبيل الله يتخجس خاصن الماكلة ثيسي ثنايا أروض بغداد يغيوض بغداد هذه من غكن أتسوق أثني الصبغ السني زي بغداد باش أذكر المدينة المنورة بأحسن زي عروض جديد أكملهم مروءة يعني الشخصيات تبان الشخصيات حتى يصلوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لكل واحد ما أمرك إيالك أن تشتري له من المدينة من طرفها يقارس ما غنغ المدينة يقارس منهم من ثارونهم هذا يتسقم السنتين زي المدينة فيقول كذا وكذا وغديني كذا وكذا كل الجن من يقع من يدو السنطع وين واسنصا ثم يخرجهم إلى مكة فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم ما أمرك إيالك أن تشتري لهم من متاع مكة يقارس الخميدة من ثارونهم الوجنهم الأهلهم هذا سنتصغم زي المتاع مكة أمش تقل الحجج الهدايا نمرين فيقول كذا وكذا كذا وكذا أتمنى عاوتاني ما راوني عادش الوصية متي هذا سنصغم فيشتري لهم ثم يخرجهم من مكة فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مروة أثفونزي مكة عاوتاني كمر المناسك سن أذكمر الحج سن حماو يانغا أضوض المرو أضوض سن فيجسس بيوتهم وأبوابهم يتقسن الجبس يتسبغسن يتبدرسن تيغورا ربما يتبينتارسن تيغورا يتبدرسن مارين حج فإذا كان بعد 3 أيام خميغي عدو 3 أيام تكمر النجاع النيد الجبس النيد مريني عامل لهم وليمة وكساهم أسني قاعد تانية من سيغ نغذى الشريع المهم الوليمة قانت الماكلة هذا سني السوج الماكلة غواني 3 أيام أسني السوج داروض هاد الشن تكون ضياضم فإذا أكلوا وصروا خميغ الشن ضفاحا أسني أجبر حال دعا بالصندوق أسني الغلامي نكيز ديني أو يد الصندوق نيتو غادي نجمع النفقة نيتو غادي نجمع ومخصنا الحجن ينس شميت النفقة نوني غاهم تعرفوا خميد غيوي الصندوق الني فتحه ودفع إلى كل رجل منهم سرته عليها اسمه خميد غيوي الصندوق الني مرة وني تو غادي نيجي 8 تو غيكري اسم الناس يتعريست مرة تعريست النفقة نسن تقصد نفقا ذي مكة قبل ذي السفر رحمه الله كان ذو سخاء كان سخيا جدا قال أبي أخبرني خادمه أنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة فقدم إلى الناس 25 خوان فالذوج خوان الفالذوج قانتش الحلوى الماكلة يعني النوع الحلوى فبلغنا أنه قال للفضيل بن عياض لولاك وأصحابك ما اتجرت وكان ينفق على الفقراء في كل سنة 100,000 درهم تغي قارس الفضيل بن عياض رحمه الله قاعدة نغار قصة إن شاء الله رنت تغى زاهد تغى تعاود رنتيتو تغى شوية من الذنوب تو يقتو بنز دي مكة هذه انتقل غا مكة جوار بيت الله الحرام ديني قتو بنز رحمه الله تغذم الدكر ابن المبارك سفيان الثوري تقارس عبد الله المبارك الفضيل يقارس لولاك شكل من تكرنش وتقر تجارة وتقى يمشي الفقه هذه تفرغ خمسة بالعلم تغير فارق سن الفقراء كل عام 100,000 درهم الوقت يمكن تغذي الدم
وعن سلمة بن سليمان قال: جاء رجل إلى ابن المبارك فسأله أن يقضي دينا عليه، فكتب له إلى وكيل له، فلما ورد عليه الكتاب قال له الوكيل: كم الدين الذي سألته قضاءه؟ قال: 700 درهم. وإذا عبد الله قد كتب له أن يعطيه 7000 درهم. يطلع سجن الناس قد تصافيها مع واس الناس وكيل الناس شحال خاصو مع واس الناس الوكيل الناس خاص 700 درهم. وإذا عبد الله قد كتب له أن يعطيه يورياس عبد الله يورياس الكتاب الناس قضى أقش 7000 درهم 7000 درهم. فرجعه الوكيل الناس إنما وقال: إن الغلاة قد فنيت. فكتب إليه عبد الله: إن كان الغلاة قد فنيت. الغلاة السمسقة الغلاة ربما شان حاجة تموسها وذي الغلة الثمر الله أعلم، والسنة يقصدين الغلات أو الغلات أو الغلات. إذن يزدوني إن الغلات قد فنيت. إن عبد الله إن كانت الغلات قد فنيت فإن العمر أيضا قد فني أو فنى، فأجيز له ما سبق به قلمي. ربما والوكيل ونتيني تغي تعسني إيشن جني يزداس عبد الله المبارك تعرس خاص يقضى الدين الناس الناس ربما قرخا مع أو سوانيتيني ويوذو المبلغ. الناس عبد الله المبارك يعاود يسعود الناس أوجيز ما سبق به قلمي من وريغ وريخ 7000 درهم 7000 درهم. وعن محمد بن عيسى قال: كان ابن المبارك كثير الاختلاف إلى طرطوس. يقول غاش مشان قاس طرطوس إما دي سوريا إما دي لبنان ربما. وكان ينزل الرقة في خان فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه. فمتى الرقة دين جن الغلام يتسد يخدميث يتسخارس ويسمع منه الحديث يتسريس الحديث عاود. فقدم عبد الله مرة فلم يره فخرج في النفير مستعجلا، فلما رجع سأل عنه عن الشاب فقالوا: محبوس على 10,000 درهم. فاستدل على الغريم ووزن له 10,000. جمايوس الديني عبد الله المبارك يخدم وحنجعني يتعاوني يتسخارس يتقوم العمل نسح حوايج الناس الوقت نيوس عبد الله المبارك يستعجل على النفير على الجهاد في سبيل الله. ومن يعقب يسقسق وحنجاني الغلام مني ينسح نجاني غادي تسندني تعاون انا من يجا ناس ودقت محبوس خاصة معوس في 10,000 درهم 10,000 درهم. فاستدل على الغريم يازو خوني سيتواسن يوزن 10,000 درهم يمكن الذهب يعني وزن. وحلفه ألا يخبر أحدا ما عاش يجي الناس تتجدد والتقادر إيش عما 60 دي أمام موثى. فأخرج الرجل وصار ابن المبارك فلحقه الفتى على المرحلتين من الرقة. خلني أمي منوني من عماوص الناس يروح على القاضية: أخو ناس دي وحنجعني أخو ناس دير حبس ومي خاص يخدس عبد الله بن المبارك. والشام يتبع عبد الله بن المبارك. فخرج الرجل وصار ابن المبارك فلحقه الفتى مرحلتين من الرقة أوان الرقة شي حاجة. فقال لي: يا فتى أين كنت؟ نس عبد الله المبارك من يتوش يا فتى يا غلام لم أراك واش سريغ. قال: يا أبا عبد الرحمن كنت محبوسا بدين تغير حبس خشو ماوس. قال: وكيف خلصت؟ مش قد تفضي الحبس؟ قال: جاء رجل فقضى ديني ولم أدري من هو. يعني سقيس جمعية زي قضى خفي الدين قد تخفي ماوس والسيغمي يعني أو حنت أبا عبد الرحمن عبد الله المبارك رحمه الله. قال: فحمد الله ينس حمد الله سبحانه وتعالى. ولم يعلم الرجل إلا بعد موت عبد الله بن المبارك. وني راح نجاني توجه ندير حبس واي السين اللي انت خاص يقضى الدين سي خاص يقتل ما وصل الناس ارامي يموت ابن المبارك يسن عاد الناس يودن الغار مي توسي تاسين شو حق يقتل ما وزو قني قولني تو كي تيري ذا مني مره تسديني تو يجهد في سبيل الله
تسخاطس خلني السنة. وعن حبان بن موسى قال: عتب ابن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان دون بلده، قال: إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، طلبوا الحديث فاحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم، احتاجوا فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن عناهم بثوا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. لو من ويتجنس ناس شك تقدر خيا دي شان البلدان وجن خل بلدنش الناس ودي نش أذن فقغ المال خيني يتحدثن ين يتعلم من الحديث خيا مرا الجيختن وخاص نفقشا ضاع علمهم أو يضيع العلم مني، وإن أعناهم مرا نعاونيثن بثوا العلم نشان العلم، ولا أعلم بعد النبوة والسنغ شنحش غواني النبوة أفضل من بث العلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء. وقال أبو إسحاق الطالقاني: رأيت بعيرين محملين دجاجا مشويا لسفرة، إن يجن زريق اثنين رغمان عمان سيزيدن شوان طحن غايجن السفرة يجن السفرة السو مثلا أخسون يزيدن النيف لابن المبارك التامث يختصن تنديوية. وقال حاتم بن الجراح: سمعت علي بن الحسين بن شقيق قال: سمعت ابن المبارك وسأله رجل عن قرحة خرجت في ركبته منذ 7 سنين، وقد عالجتها بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع. وإقام سمعت ابن المبارك وسأله رجل يجمع يسقس ابن المبارك إن سقها تفضي قفوذ إجن تحبوشت، وقد عالجتها سكوشي مار العلاج قغست، وسألت الأطباء فلم أنتفع والواقن فيها. فقال له: اذهب فاحفر بئرا في مكان حاجة إلى الماء، فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرأ. إن سرعة غاش نتمواث عشان يمثنتر وغاسن بوامان وغاسن بوانو حفارس نانو مرض عند ومان. أرجو الله سبحانه وتعالى الذي تقفن إذا مني إليك يتحبوش. ففعل الرجل يحفى ينو يصفر دامان وشيء قال فازي تحبوش ذي سكفول. نعم، لأنه السيد أبا عبد الرحمن بن المبارك كان ذو كرامات، الله سبحانه وتعالى استجبس لأنه حكيم. يعني غيني بنادم يروح فاينو في زمان إن شاء الله تقنفيد وشيء وقع منيني، قال الله سبحانه وتعالى يستجبس الدعاء. يوشي الله سبحانه وتعالى الحكمة: ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.